دار سكان سريع، وحتى بعد ما وصلات الكره دار عاوتاني سكان من بعد انهى اللقطه بلمسه جد رائعه، ما عطات حتى فرصه للحارس باش يتدخل. هدف مبكر اعطى افضليه كبيره للمنتخب المغربي وخلى المباراه تمشي بالطريقه اللي بغاها محمد وهبي. والاهم ان هذا الهدف اكد مره اخرى نجاح فكره اشراك السيباري كمهاجم وهمي. القرار اللي كان تعرض لبعض الانتقادات في البدايه، ولكن دابا بدا كيعطي الثمار ديالو بشكل واضح. الهدف ما خلاش المنتخب يتراجع للخلف، بالعكس المنتخب بقى كيقلب على الهدف الثاني، وواصل الضغط على دفاع اسكتلندا. في احدى اللقطات الناجحه في الضغط العالي قدر نائل العناوي يربح الكره في مناطق متقدمه، وصلت بسرعه عند شوف العناوي يقدر يربح الكرة في المناطق ديالهم وشد السيباري، عطا تمريرة الأناحي تما زقلوها. واحدة أخرى عاوتاني السيباري عطا الخنس و زقلات حتى هي. ديال المنتخب المغربي هو كثرة التحركات خلف المدافعين، وهذه النقطة شفناها مرة أخرى ضد اسكتلندا في واحدة من الهجمات. الإيقاع زادوا الضغط. قبل الماتش بشي 4 ساعات تقريبا زادوا الإيقاع، ولكن ما قدروش يماركيو، ما قدروش يوصلوا للبونو. شوف السلام عليكم. بالفعل سجلنا مبكرا، ولكنهم لم يريدوا أن يجازفوا، كانوا يعرفون أن التعادل كان يكفيهم ويؤهلهم، وبالتالي قالوا سنحافظ على الدفاع من دون استقبال الهدف الثاني، وفي الأخير نحاول في الدقائق العشر الأخيرة، وهو ما فعلوا. لكننا دافعنا بشكل جيد وكنا نريد أن نغلق المباراة، لأننا كنا نعرف أن كل كرة ضائعة ستعطيهم فرصة للضغط علينا، ولكننا تعاملنا بشكل جيد مع الأمور وحافظنا على نفس البنية في الشوط الثاني، وسمح لنا أن نخرج بالكرة وأن نكون أكثر في العمق، وكانت لدينا فرص. كان علينا أن ننهي المباراة مبكرا ونرتاح في العشر دقائق الأخيرة، ولكن أنا راض صراحة لأنها لحظة مهمة. لن نقول إنها صعبة، لكننا عانينا بعض الشيء. كان علينا أن نبذل جهودا، وهذا يقوينا في وجه المباراة القادمة، لأن اللاعبين يعرفون أن كرة القدم كلها مجهودات وعليك أن تقوم بها. ماذا كان يقلقك؟ شكرا. كيفاش المباراة ما كانش سهلة، خصم يعني كان في المستوى، كنظن احترمنا كثير اليوم كيفاش رجع للوراء وخلانا يعني نهاجموا في الملعب ديالو. كنظن يعني ما تسرعناش، درنا مقابلة في مستوى كبير، وكنبغي نهني الدراري صراحة. يعني الخصم دافع كما ذكرت، رغم انه استقبل هدف بشكل مبكر ظل مصر على هذا التكتيك وقاوم حتى اللحظات الاخيره عله يخرج بهدف، وكان خطير في اللحظات الاخيره. كنظن يعني في المباراه الوقت اللي كان كيحاول يضغط علينا الامام، فكنا كنستافدوا من المساحات اللي في وراء الدفاع ديالهم وخلقنا فرص، وكنظن فلذلك ما حاولوش باش يضغطوا علينا كثير، وحتى الدقائق الاخيره يعني 10 دقائق اخيره ضغطوا علينا كثار ولعبوا في تيرانا، ولكن اللاعبين يعني كانوا في مستوى كبير. كنا دفاعيا في احدى المرمى ديالنا في مستوى كبير. سجلتم هدف، ولكن كان يجب ان تسجلوا هدف اخر. يبدو ان هناك مشكله في تسجيل اهداف مع هذا الفريق، ام ان يجب استغلال الفرص بشكل افضل؟ وكما كتعرف مباريات في كاس العالم ما سهلاش، وكنظن حنا واحد الفريق اللي غادي يبدا يتطور مباراه بعد مباراه. نحاولوا غير يعني نحافظوا على اللاعبين ديالنا اللياقه البدنيه ديالهم، ما يكونوش اصابات ان شاء الله، باش نزيدوا نتطوروا، وكما قلتي باش لا دفاعيا لا. هنا الترتيب المجموعة. المهم جينا كاين البرازيل 4 نقاط، حنا 4 نقاط، بيناتنا 2 البيوت، اسكتلندا 3، هايتي إلى